حرب اسرائيل اللي جايه مع مصر وتركيا. عمرك شفت صرصار بيطير طالع في بودكاست وتكييف وقاعد بيفتي في مستقبل القوه العظمى؟ يعني ساب الشبشب والبلاعات وطالع يحلل استراتيجيات عسكريه. الصرصار بقى ده مقتنع ان الحرب اللي جايه مش مع ايران خالص، لا ده بيقول لك الحرب اللي جايه مع مين؟ حرب اسرائيل اللي جايه مع مصر وتركيا. والله العظيم زي ما بقول لك كده. الجاسوس العجوز الصرصار المطيوز طالع يقول لك لازم اسرائيل ترجع ايران للعصر الحجري وفي اسرع وقت عشان تلحق تفضل البعبع الحقيقي اللي هو احنا. تعالى لي بقى كده يا قمر عشان نعرف الصرصار ده جاب الثقه دي كلها منين؟ بطاقيه امك اللي عاملاها لك بالتريكو دي اللي شبه قرص الجله. ومين اللي ناسي يقول له ان الشبشب لسه صاحي ومش بينام؟ الصرصار ده يا سيدي اسمه جوناثان بولارد. للي ما يعرفوش ده مش مجرد واحد طالع يهبد على السوشيال ميديا، ده تاريخه حافل، بس حافل بالخيبه والويبه والبلاعات. الصرصار ده في الثمانينات كان شغال محلل استخباراتي مدني في البحريه الامريكيه، يعني بياكل عيش من خير امريكا. عمل ايه بقى؟ راح سرب كميه معلومات سريه بالهبل لاسرائيل، وهو ده بالظبط اللي بينطبق عليه المثل بياكل في خيرك ويعض في طيبه قلبك. وطبعا الامريكان قفشوه وفشخوه، والكلام ده كان سنه 1985، ودخل المحكمه وخد حكم مؤبد سنه 1987 في اكبر واشهر قضيه تجسس هزت العلاقات بين امريكا واسرائيل. ودلوقتي قاعد في التكييف، وبدل ما يتدرى من الكسوف طلع يتحفنا بآرائه اللوزعيه. قال لك ايه بقى عم جوناثان في البودكاست؟ قال لك تركيا ونفوذها في سوريا مقلق جدا، واي عسكري تركي قرب الحدود السوريه ده تهديد اكبر من النووي الايراني نفسه. سيبك من تركيا، تعالى لي بقى عن كلامه عن مصر. قال لك ايه؟ قال لك التسليح المصري وزياده قوات الجيش وقربها من الحدود ده خطر داهم. وليه بقى؟ عشان الابحاث والصحافه عندهم بتقول ان عداء الشعب المصري ليهم لا يمكن استيعابه. طب بذمتك يا بولارد يا صرصار مطيوز، دي محتاجه تقارير ولا ابحاث يا ولا؟ ده احنا بنرضع الكره ده في الببرونه من واحنا لسه مولودين. احنا جيل ورا جيل بنسلم حب بعض للبلد دي، وقفشات السينما والدراما اللي معلمه عليكم. يعني مش محتاجه دكتوراه عشان تتاكد ان الشعب ده ما بيصفاش من ناحيتكم واصل. الفكره بقى يا بولارد ان في فرق شاسع بين انك تقعد في بودكاست تهرتل وتشرب شاي بالنعناع وبين انك بس تفكر تقرب من دوله بحجم مصر. مصر يا صرصار مش ميليشيا ولا تنظيم مسلح ولا دوله منهكه بحرب اهليه علشان تطلع تتمنظر علينا يا عم الصرصار اللي بيطير يا مطيوز. مصر دي دوله عندها جيش نظامي مرعب، قوه بريه وبحريه وجويه هي الاكبر في المنطقه كلها، والتاريخ العسكري بتاعنا ممتد لالاف السنين من ايام فجر التاريخ. وبعدين الذاكره عندك بعافيه ليه يا عم الصرصار اللي بيطير؟ دول يا دوبك بس 50 سنه مش كتير. مش احنا الدوله برضو اللي علمت عليكم ورجعتكم بالبيجامات الكستور؟ نسيت البيجامات الكستور يا جوناثان؟ ولا انت كنت ساعتها بتتضرب بالشباشب الكستور؟ شكل السجن كده نساك غزل المحله. عموما طول ما الصرصار مش شايف الشبشب هيفضل يلوش ويلغوش ويقول كلام اكبر من حجمه بكتير، كلام حجم البر. بس لما وقت الجد يجي الشبشب هو الحل الوحيد والنهائي باذن الله. واحنا الحمد لله مخازن الشباشب عندنا مليانه وعلى اخرها ومستنيه الاشاره. قدم انت المشيئه بس وسيب الباقي على رجاله مصر وسيدات مصر. اشطفها له وشيروها له.